أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة الصف السادس العلمي، وأنا ألتقيكم في درس جديد آخر من دروس التكاملات. وموضوعنا اليوم هو اللوغاريتم الطبيعي. نجي على اللوغاريتم الطبيعي. اللوغاريتم الطبيعي يرمز إليه اللوغاريتم الطبيعي بالرمز لن إكس. مشتقة اللن إكس دي على دي إكس للن إكس يساوي لنا 1 على إكس. عندنا قواعد الاشتقاق. قواعد الاشتقاق أول شيء هو أنا أريد أشتق لن اليو. اليو هنا يطلع عندي فد مقدار جبري معين. إيش راح يصير عندنا؟ مشتقته هو دي واي على دي إكس يساوي لنا 1 على يو في مشتقة اليو اللي هي دي يو على دي إكس. هذا القانون الأول. القاعدة الثانية أيضا هي واي يساوي لنا إي لليو. إي لليو إيش راح يصير عندنا؟ هو نفسه ينزل إي لليو في مشتقة اليو، يصير دي يو على اليمين على دي إكس. لاحظ ينزل نفسه بس اشتق اليو راح يصير دي يو على دي إكس. أما الأول راح يكون عندي 1 على يو في مشتقة دي يو على دي إكس. القانون الثالث يصير واي يساوي لنا اي لليو، والاي هو عدد موجب، وهذا العدد الموجب إذا أريد أشتقه يعني عدد موجب مرفوع إلى أس معين، إيش راح يصير اشتقاقه؟ دي واي على دي إكس يساوي لنا اي لليو في دي يو على دي إكس في مشتقته الأسس في لن الاي ولا تنسى بأن الاي هو شنو؟ عدد موجب. هذين القوانين، وعندي بعض الملاحظات حتى اجسدها ويا هاي الحلول مال التمارين الموجوده عندنا. الملاحظه الاولى تقول اي لليو يساوي لنا اي يو لن الاي. هذا قانون الملاحظه الاولى. العفو. الملاحظه الثانيه هي لن الواحد يساوي لنا 0، وعندي اي للصفر يساوي لنا اي لن الواحد يساوي لنا 1، واي لن الاي يساوي لنا اي. هذه الملاحظات المفروض ان الطالب ان حافظهن حتى نطبقهن خلال التمارين الموجوده عندنا. خلينا نشوف الامثله الموجوده عندنا. وتقول المثال الاول يقول جد دي واي على دي اكس لكل من. اولا واي يساوي لنا لن 3 اكس تربيع زائدا 4. انا عندي القوانين الثلاثه الموجوده عندي وقواعد الاشتقاق. القاعده الاولى هي دي واي على دي اكس اذا كانت واي يساوي لنا لن اليو. لاحظ لن اليو هنا صارت بدال اليو هو 3 اكس تربيع زائدا 4. حتى اشتقها لهذا راح يكون الحل له هو دي واي على دي اكس يساوي مشتقته هو انا اقسم على اليمين على اليو اللي هذا موجود عندي، راح يصير عندي 1 على اليمين على 3 اكس تربيع زائدا 4 في مشتقة اليو. مشتقة هذا المقدار هو راح يصير عندي 6 اكس، لان 2 في 3 6، هاي 6 اكس ويساوي لنا دي واي على دي اكس يساوي لنا 6 اكس على 3 اكس تربيع زائدا 4. إذن هذا هو مشتقة الأولى بالنسبة لمن إلى واي يساوي لنا لن 3 اكس تربيع زائدا 4. القانون المثال الثاني شو يقول؟ واي يساوي لنا اي 3 اكس زائدا 1. لاحظ هذا هو القاعدة الثانية للسؤال. واي يساوي لنا اي لليو. شلون اشتقها؟ دي واي على دي اكس يساوي لنا اي لليو في مشتقة دي يو على دي اكس. اذا اذا اريد اشتقها لهذا راح يصير عندي دي واي على دي اكس تساوي نفس المقدار، راح يبقى عندي اي 3 اكس زائد 1 في مشتقة الاس. مشتقة هذا راح يصير عندي 3 مشتقة الاكس 1 مشتقة الواحد راح يصير عندي 0. اذا راح يصير عندنا القانون الحل مالتنا اي 3 اكس زائدا 1، وهنا راح اخلي الثلاثة ويساوي لنا 3 اي 3 اكس زائدا 1. هاي المثالين. المثال الثالث راح يصير عندنا الحل، هذا شوية مهم. واي يساوي لنا اي سالب اكس كوساين اكس. اريد اشتقها دي واي على دي اكس. اول طريقة هو انزل نفس المقدار اي سالب اكس كوساين اكس، واشتق اليو اللي موجود انا فرضته باليو بالقانون بالقاعدة. اذا مشتقة هذا هو عبارة عن المتغيرين، والمتغيرين مثل ما تعرف عزيز الطالب هو الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. اذا هنا راح يصير عندي الاول اللي هو سالب اكس في مشتقة الثاني مشتقة الكوساين هو سالب ساين اكس في مشتقة اكس 1 زائدا الثاني اللي هو كوساين اكس في مشتقة الاكس هو سالب 1. اذا الاول في مشتقة الثاني اللي هي كوساين
زائدا الثاني في مشتقة سالب اكس وش يساوي لنا سالب 1. واذا اريد ابسطها ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي ايه؟ سالب اكس كوساين اكس، وهنا راح يصير عندي السالب في السالب راح يصير عندي موجب اكس ساين اكس، وهنا راح يصير عندي سالب كوساين اكس. واذا اريد ارتبها للمساله راح يصير عندي اكس ساين اكس بالبدايه ناقص كوساين اكس، وهنا راح يصير عندي ايه؟ سالب اكس كوساين اكس. اذا لازم نلاحظ اليو ممكن ان تكون هنا عندي ضرب دالتين اذا بالاشتقاق تصير، او اذا كانت قسمه بس على مقام ممكن ان نحلها بطريقه قسمه المشتقه القسمه. اذا هنا عندنا السؤال الرابع ايش راح يصير؟ السؤال الرابع هو واي يساوي لنا اي كوتاين 3 اكس. الحل مالته ايش راح يصير عندي؟ اول شيء راح اقول دي واي على دي اكس يساوي لنا هذا المقدار كله ينزل نفسه راح يصير اي كوتان 3 اكس. اشتق اليو اللي هي تعتبر كلها اليو بالقانون، فمشتقته هذا راح يصير مشتقة الكوتان هو سالب كوسيكنت تربيع 3 اكس في مشتقة الزاوية راح يصير عندي شنو؟ في 3. وهنا النتيجة راح ابسطها اللي هي يصير سالب 3 كوسيكنت تربيع 3 اكس في اي كوتان 3 اكس. هذا ايضا من الاسئله الحلوه وايضا المهمه الموجوده عندنا. مثال اخر يجي يشتغل وين؟ على القانون الثالث. القانون الثالث اذا نرجع به اخواننا المصورين هنا، المثال الثالث يصير عندي واي يساوي لنا اي لليو. لاحظ هنا الاشتقاق ايش راح يصير عندي؟ اي لليو اول مره ينزل في دي يو على دي اكس اشتقها، الاس اشتقه واضربه في لن الاي الموجود عندي هنا. خلينا نجي على المثال يقول 5، هذا المثال الخامس، واي يساوي لنا 5 لن اكس تربيع زائد 2. اذا اريد اطبق القاعده راح يصير عندي دي واي على دي اكس يساوي، اول طريقه هو نخلي القاعده مالتنا اللي تقول اي مرفوع الى اليو واللي هي 5 المن الى لن اكس تربيع زائد 2. اشتق لن الاكس تربيع زائد 2. لاحظ هذا المقدار، هذا سؤال مهم عندنا. هذا السؤال لاحظ اشتقها لهاي اللن. اللن راح ارجع الى مشتقة القانون الاول اللي هو يقول 1 على اليمين على اكس تربيع زائد 2 في مشتقة الاكس تربيع زائد 2. مشتقتها هاي راح تصير عندي 2 اكس واضيف بعد وياه شنو؟ لن الاي حتى يكمل عندي القاعده الثالثه. اعيدها لكم اعزائي الطلبه. لاحظ واي يساوي لنا 5 لن اكس تربيع زائد 2. دي واي على دي اكس، القاعده مال اي لليو هي تكون اي لليو تبقى نفسها تنزل في مشتقه اليو، بس هنا صار عندي مشتقه اليو صار عندي لن، فمشتقه اللن هو 1 على اكس تربيع زائد 2 اللي يمثل لي 1 على يو في مشتقه الاكس تربيع زائد 2 اللي هي 2 اكس في مشتق في لن الاي. لن الاي اللي هنا راح نخليها هي شنو؟ هي رقم 5 الموجود عندنا. هذا التطبيق الكامل المن للقاعده الموجوده عندنا هنا. لاحظ عزيزي الطالب اذا اريد ابسطها ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 اكس على اكس تربيع زائد 2. هذا راح يصير عندي لن الخمسة في 5 لن اكس تربيع زائد 2. هاي الأمثلة اللي وضحتها هسه لك عزيز الطالب هو للقوانين الموجودة عندنا. القاعدة الأولى اللي أخذناها واي يساوي لنا لن اليو ومشتقة دي واي على دي اكس يساوي لنا 1 على يو في دي يو على دي اكس، وأخذنا المثال الأول عليه. الثاني هو واي يساوي لنا اي لليو، فمشتقة دي واي على دي اكس يساوي لنا اي لليو في دي يو على اليمين على دي اكس. والقانون الثالث واي يساوي لنا اي لليو دي واي على دي اكس يساوي لنا اي لليو في دي يو على دي اكس في لن الاي. نرجع بعد ما اخذنا المشتقات الى الدوال اللوغاريتميه الطبيعيه هاي، نجي ناخذ التكاملات. خلينا نلاحظ التكاملات شلون. عندي تكامل اي لليو، انا قبل شويه هسه اشتقيته هسه راح اكامله. اي لليو دي يو هو نفسه اي لليو زائدا سي ثابت التكامل. واذا عندي دي يو على يو راح يساوي لنا لن اليو زائدا سي، يعني اذا عندي مشتقة المقام موجودة فالتكامل مالته راح يصير لن اليو زائدا سي، وهسه راح اوضح لك اياها بالامثلة الموجودة عندنا. انا ما راح استخدم رموز، راح احكيها حكاية
وحتى تعرف انت شلون قاعد يصير عندنا. الحل ايش راح يصير عندي اول واحد يقول التكامل كوساين ثيتا على 1 زائد ساين ثيتا دي ثيتا. هذا شلون التكامل مالته؟ اول شيء اجي اباوع المقام، اشوف مشتقة المقام موجودة فوق، اذا مشتقة المقام موجودة فوق استخدم القانون الثاني. اذا هنا ايش راح يصير عندي؟ مشتقة الواحد صفر، مشتقة الساين هو كوساين، فمشتقة الكوساين موجودة فوق بالبسط، اذا مشتقة المقام موجودة بالبسط، راح بالمن للدي ثيتا راح اقول لن المقام 1 زائدا ساين ثيتا القيمة المطلقة إلى زائدا سي. أعيدها، موضوع بسيط هو ما بيفد إشكال، بس أجي أباوع على المقام وأشوف المقام. هذا المقام المشتقة مالته موجودة بالبسط، إذا موجودة بالبسط أخذ لن المقام للقيمة المطلقة. فمشتقة الواحد صفر، مشتقة الساين هو كوساين، مشتقة الزاوية هنا هي نفسها ثيتا دي ثيتا. فايش راح يصير عندي؟ ما طول مشتقة المقام موجودة بالبسط، إذا آخذ لن المقام زائد سي. بعد ما أخذنا هذا المثال عزيزي الطالب نرجع ناخذ مثال آخر اللي هو 2 تكامل اي اكس تربيع اكس دي اكس. خلينا نلاحظ هذا المثال. أجي أخذ مشتقة اليو، مشتقة اليو هي 2 اكس. لاحظ الاكس موجودة بس الاثنين ما موجودة، إذا هنا راح أضرب في 2 وأقسم على 2. يعني إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نصف تكامل 2 اي اكس تربيع اكس دي اكس، او نوبات اخلي الاثنين ويا من ويا الاكس نفس الطريقه. ايش راح يصير عندي؟ يعني ممكن اكتب اي اكس تربيع وهنا اخلي الاثنين، راح اشوف هي الاثنين اكس مشتقه هذا موجوده هنا، مشتقه اليو موجوده. اذا مشتقه اليو موجوده للدي اكس ايش راح يصير عندي؟ التكامل نصف هذا خارج التكامل، هذا يتبع القانون الاول. اذا يجون يعني هنا راح يصير اي لليو دي يو يساوي لنا اي لليو زائدا سي. اذا مجرد انا انزل بس الاي للاكس تربيع زائدا سي، هذا هو نهايه حلنا لهذا السؤال. خلينا نجي ناخذ مثال اخر اعزائي الطلبه ونشوف شنو تكامل هذا. شوف هنا أنا عندي اي 1 على اكس على اكس تربيع. الطريقه الاولى اذا اريد اقول اني اخذت مشتقه المقام موجوده فوق لو ما موجوده، مشتقه هذا 2 اكس انا عندي هنا فوق اي 1 على اكس. اذا بهيج طريقه شو نسوي؟ اصعد الاكس تربيع اللي فوق، راح يصير عندي التكامل اي 1 على اكس تربيع بالسالب دي اكس، لا راح اغير الاشاره، اذا هو موجب يصعد لي فوق شو يصير؟ سالب. بعد ما طلعت عندنا هذا اجي اشتق الهايه مشتقه اليو. انت تعرف 1 على اكس يساوي لنا اكس سالب 1. اذا اريد اشتقه راح يصير سالب 1 اكس وسالب 2. هذا السالب احنا نبغى من نكتبه، فشي يصير عندي سالب اكس سالب 2 ويساوي لنا سالب 1 على اكس تربيع. يعني هو موجود عندي هذا اكس سالب 2 موجود عندنا، ما طول موجود عندنا بس السالب ما موجود. اذا السالب ما موجود راح اضرب في السالب واقسم عليه، يعني اضرب في سالب 1 واقسم على سالب 1، وهنا ايش راح يصير عندي؟ التكامل هو فقط السالب ما عندي ثابت، وينزل اي 1 على اكس زائدا سي. وبهاي الحاله خلصنا من تكاملنا لهذا السؤال. ناخذ مثال اخر مهم ايضا، تكامل اي 2 للاكس على اي 2 اكس زائدا 3. خلينا نجي نباوع على هذا السؤال. هذا السؤال ايش راح يصير عندي التكامل مالته؟ اول شيء اشوف مشتقه المقام موجوده فوق لو لا. اذا مشتقه المقام هي 2 اكس زائد 3. هاي لو اريد اشتقها المشتقه مالتها راح يصير عندي اي 2 اكس في مشتقه 2 اكس هو الاثنين. اذا انا عندي بالباص موجود عندي اي 2 اكس بس الاثنين ما موجوده، الاثنين ما موجوده. اذا بهيج حاله راح اضرب في 2 واقسم على اليمين على 2. يعني ايش راح يصير عندي الحل راح يصير عندي نصف تكامل 2 اي 2 اكس على اي 2 اكس زائدا 3 دي اكس. حصلت على الشيء اللي اريده من هذا المشتقة هاي. ايش راح يصير عندي هسه؟ التكامل يساوي نصف لن، صارت مشتقة المقام موجودة بالبسط، راح يصير لن اي 2 اكس زائدا 3 زائدا سي ثابت التكامل. نجي الى سؤال مهم ايضا من الامثله التمارين الموجوده عندنا، هو تكامل اي 2 اكس بس الفتره مالتنا من 3 الى لن 5 دي اكس. هاي
أول طريقة هو خلي أشوف مشتقة اليو هاي موجودة لا لا. مشتقة اليو هاي هي 2x، مشتقتها هي 2. إذا 2 ما موجودة هنا، راح أضرب وأقسم في من؟ في 2. راح يصير أدي الحل بهاي الطريقة، نصف تكامل لن الثلاثة إلى لن الخمسة إي 2x 2 dx. بعد ما وجدت ثابت الموجود عندنا راح أبدي أكامل، راح يصير عندي نصف تكامل هذا هو راح يصير نفسه اي 2x، بس هنا محدد عندي صار من فترة لن الثلاثة إلى لن الخمسة. بعد ما كملت هذا راح أبدي مرة أعوض لن الخمسة ومرة أعوض لن الثلاثة. النصف والتكامل اي 2 لن الخمسة، بدال كل اكس عوضت لن الخمسة. القانون ناقص عندي اي لن الثلاثة، راح يصير عندي 2 لن الثلاثة. هسه اريدك تنتبه ويا عزيز الطالب، انا اخذت ملاحظات. اذا الاخ المصور يطلع لنا الملاحظات الموجودة هنا، الملاحظات الموجودة هنا راح استخدمها. هذين الملاحظات شوف يوم من عندهم راح تستخدمها وين؟ بالمثال هذا مالتنا. راح يصير عندنا نصف والاي هاي الاثنين اصعدها للخمسه راح يصير اسويها للاسس، راح يصير عندي 5 اس 2، وهنا راح يصير عندي اي لن الثلاثه مرفوع علما للاثنين. لاحظ هنا عزيز الطالب موجود عندي نصف هذا ثابت ما لنا علاقه به، هذا راح يصير عندي اي لن ال 25 لن ال 25 ناقصا اي لن التسعة. نرجع للملاحظات، اذا الاخ المصور يشوف لنا اياها على الملاحظات ينتقل بها، راح نشوف اي لن الاي النقطة الرابعة اي لن الاي يساوي لنا اي، اي لن الاي يساوي لنا اي. اذا هاي الملاحظة الموجودة عندي هي تقول اي لن الاي يساوي لنا شنو؟ اي. نرجع للمثال، ايش راح يصير عندنا؟ الاي ويا اللي راح تروح عندنا بهاي الحالة راح يصير عندي نصف، راح يصير نصف 25 لأن راحت إي ويا اللين ناقصا 9 ويساوي لنا النصف راح تنزل عندنا، وال 25 ناقص 9 هي 16، ونقسم 16 على 2 يساوي لنا 8. وبهذه الحالة حصلنا على تكامل وقيمة هذا التكامل. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، آملين اللقاء بكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.